السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأصحابي، يا رب تكونوا بخير. الأهلاوية الرجالة، أخبار عالطاير للأهلي إن شاء الله. معكم معايا كل يوم أخبار جديدة، ناس جديدة وكواليس جديدة عن النادي الأهلي. يلا بينا مع أول خبر. النادي الأهلي يسعى حاليا لضم محمد عبد المنعم عشان يكون موجود مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية. عبد المنعم متردد في العودة للأهلي بشكل نهائي رغم ترحيب نادي نيس بانتقاله على سبيل الإعارة للنادي الأهلي، وهناك مفاوضات مستمرة وقد تحدث انفراجة في القريب العاجل. إبراهيم فايق يعلن أن هناك قرار نهائي من النادي الأهلي بعودة إليو ديانج مرة أخرى للفريق والمشاركة مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. حمزة علاء اقترب بشدة من التجديد للنادي الأهلي وعقد جلسة مع المسؤولين منذ أيام واتفقوا على الخطوط العريضة. سوف يتم التجديد ما بين 3 إلى 5 سنوات. لاعبنا حمدي فتحي يريد الاستمرار مع الأهلي بعد بطولة كأس العالم. محمد شريف موجود في حسابات النادي الأهلي وبيتم التفكير فيه، ولكن ما حصلش أي اتصال بين الأهلي ومحمد شريف حتى الآن. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من مستحقات إعارة ديانج إلى نادي الخلود السعودي. المباراة القادمة للأهلي أمام الهلال السوداني غدا الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساء، إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسوف يتم إذاعة المباراة على قناة بين سبورت فقط. فريق النادي الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الأهلي غدا مع الهلال. مارسيل كولر اجتمع مع لاعبي الأهلي قبل التدريبات وطالبهم بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء الذهاب واستغلال الفرص. كل ما تداول عن أن اللجنة قررت إلغاء قرار الرابطة بعدم خصم نقط من الأهلي غير صحيح تماما، واللجنة لم تصدر قرارها بعد. أشرف داري ومحمد هاني وأكرم توفيق وإمام عاشور في التشكيلة الأفضل لدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وبهنا أصدقائي ورجالة الأهلاوية نكون وصلنا لنهاية أخبارنا النهاردة. معكم أحمد الشاذلي وأخبار عالطاير.